الحمد لله وحده، وبعد، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان. ما أعذب هذه الكلمة حين تنطلق من الإذاعة والتلفاز وسط ترقب وتلهف شديد. فهل أنت مستعد لأن تعيش روحانية هذه اللحظة؟ هل أنهيت أشغالك ولوازم بيتك ورتبت جميع أمورك؟ هل راقبت خطرات قلبك وهذبت نزواتك؟ كيف هي علاقتك مع ربك؟ كيف هي علاقاتك مع الآخرين؟ هل همتك مشحوذة وقلبك متلهف يترقب؟ هل بدأ رمشك يرف شوقا ودمعة اللهفة تتلألأ في عينيك؟ إن كان جوابك هو لا، فمن الآن فبادر، فإنه لم يتبقى إلا القليل ليهل علينا الشهر الفضيل بلغنا الله إياه. فاحرص على ألا يدخل عليك هذا الضيف العزيز إلا وقد أعددت لاستقباله العدة. تأمل قول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سؤال صريح: هل عدتك جاهزة؟ أم أن الخمول والكسل يعتريان همتك؟ أما تخشى أن تكون من الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم؟ عليك من اليوم أن تبادر إلى تفريغ قلبك من كل شاغل قبل أن يدخل عليك رمضان، حتى إذا ما بلغك الله إياه تذوقت حلاوته وأنست بلياليه وتضلعت من قراءة كتاب ربك فيه وتنعمت بالصوم والصلاة والقيام بلذة وأنس. فرغ قلبك الليلة، سامح واصفح واغفر الزلل، قبل رأسي والديك وتأكد من رضاهما عنك، لملم أبناءك من حولك واقصص عليهم سير الصالحين في شهر رمضان. قل لهم لقد كان عامهم كله وكأنه رمضان. أخبرهم كيف كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان.